استيس في دقيقه غادي نهضروا على جوج ديال لي ليميت وكيفاش غادي تعقل على لانتربريتاسيون جيومتريك ديالهم. بالنسبه للليميت الاولى فهي فاش كتكون عندي الليميت ديال اكس طونفيغ عدد والريزولتا كتعطيني لانفيني، والليميت الثانيه فاش كتكون اكس طونفيغ لانفيني والريزولتا كتعطيني عدد. باش ما يتغلطولكش لانتربريتاسيون جيومتريك ديالهم اجي نعاودها لك بحال شي قصه. الا جيت عندك وخيرتك قلت لك واش تجري 2 ديال الكيلومتر ولا تبقى تجري ما لا نهايه، بطبيعه الحال غادي تختار 2 ديال الكيلومتر. واذا قلنا لك تهز 5 كيلو اولا تهز ما لا نهايه ديال الاوزان فغادي تختار 5 كيلو. بمعنى في طبعنا حنايا كانسان دائما كنميلوا لشي حاجه اللي كونستونت اكثر من لانفيني، الا الفلوس الا خيرتك بين كونستونت لانفيني تختار لانفيني. انا عارف. ودابا نبداو بالليميت الاولى. نفترض ان ديك النقطه اللي فوق الليميت هي انت، وكانت الليميت ديال اكس طونفيغ عدد والغيزات هي لانفيني. السؤال المطروح انت فين غادي تمشي؟ واش لانفيني ولا العدد؟ الجواب هو انك انت غادي تفضل العدد، دونك غادي تهبط لتحت وغادي تكون لينا واحد الاسامبتوت فيرتيكال. اما الليميت الثانيه فغادي تكون اكس طونفيغ لانفيني والغيزولتا هي عدد، بمعنى غادي تفضل على انك تمشي للعدد وغتعطيك واحد الاسامبتوت اوريزونتال. وهانت دابا ما غيبقاوش يتغلطوا لك. والا كنتي كتعرف شي شريك كيتغلطوا له فبارطاجي مع هذا الريل، ما تنساش كومونتير زوين وتسنى الريل الجاي. تهلاو.